جالس جاء واحد كلمني في كومنت سناب. المهم كنت فاضي وجالس اذاكر، جاء واحد سولف معي في سناب، كنت فاضي، جاء قال لي اندري كيفك عساك طيب؟ قلت والله الحمد لله. قال لي اليوم اثنين وماني خلق ازعل. قلت ايش فيك بسم الله عليك؟ فيك زعلان؟ قال لي انا زعلان. قلت افا انا موجود، وش فيك؟ فضفض لي. قال لي في واحد سب السعوديه. قلت وشو؟ قال لي ايه انت ما تدري عن شيء، مغاطس ولا ندري عنك وما ندري انت حي ولا ميت. قلت هات علمني وش السالفه. قال لي في واحد غلط على السعوديين. قلت له طيب كمل. قال وانت الوحيد اللي تقدر تبرد حرتي فيه. قلت يا بشر من هو بس؟ قال هذا واحد اسمه نشوان فتحي. قلت انا نشوان فتحي هذا اسم ولا دبه؟ قال لا هذا واحد مشهور. قلت من هو؟ قال اخو بلقيس. قلت اها. قلت له طيب وش قايل؟ قايل انه منزل بوست في الانستغرام كاتب فيه كلام عن السعوديين وارسله لي، نشوفه مع بعض ونتشاور انا وياه. للي ما قرأ بقرأ عليكم. يقول أي سعودي يقول لك الإمارات بلد الخمر والدعارة قل له السعودية تصنع خمور محلية اسمها الوطني. أوكي. والشعب يشتري من تحت لتحت، وأكبر نسبة لواط عندهم، وناهيك عن الفساد الإداري، بس نحن ناس خلقنا على الطيبة. طيبة أبونا زايد رحمة الله عليه ما علمنا تغلط على الشعوب الثانية، ولا الحمد لله كل واحد فينا عنده لسان يشبع راسك وأمثالك من الكلام السن. المضحك ان كل سنه حوالي 3 مليون سعودي يزوروا الامارات، ان دل على راحتهم في البلد والهروب من مصاعب الحياه والفساد في بلدهم. عمار يا بلادي وموت قهر يا خصيم بلادي. اها. بسألك سؤال، وش كنت تفكر فيه يوم تسب السعوديين؟ أكبر ناس غلط إنك تسبهم، ناس فاضيين، ناس يذبون عليك لين تشبع، وش خلاك تختار السعوديين؟ بس ما ألومك، أي إنسان فارغ في الدنيا وما له أي هدف في الحياة ويحاول يكون له مكانة في الحياة يسب السعودية. ليش؟ أنا أعلمك. لأن باختصار السعودية المركز الأول. سلمان الحزم جمع كل الدول الإسلامية علشان اليمن الشقيق وبإذن الله سوريا، وقاعد تاخذ كل شيء في الدنيا، فأكيد أي إنسان فارغ مثلك بيتكلم. الحين لو نملتين جلسوا يسولفون من تحت الطاولة السوشيال ميديا يقدر يوصلهم، فأنا بتكلم وأنا عارف إنك بتشوف كلامي، فانتبه له زين. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج فضفضة، واليوم بطل حلقتنا الجرثومة نشوان. أنا بعرفك بنفسي أخ نشوان، أنا أندريه العملاق، أوكي؟ أنا إنسان درت على كل الناس، منهم فيحان، منهم لجين، منهم فيحان جلست فيه ربع ساعة، بدر الزيدان، كلهم، وما هي مدحة، لا أنا أحب أقول رأيي، فالناس هذول جلست أوقات طويلة أتكلم عنهم، لكنك أنت ميزة بما أنك جرثومة ماني مطول فيك، وبخلصك بسرعة علشان أريح الناس من كثرة الكلام. نرجع للشيء اللي أنت كتبته، علشان أنا بخلص بسرعة، أنا الجراثيم على طول أخلص منها. جيت قلت طيبة أبونا زايد رحمة الله علينا، أبونا زايد مرة واحدة. حبيبي ما تطق ميانه كذا، ما تطق ميانه كذا، حسستني انه كان يقابلك بلوت. لا 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 لا، مو على كيف امك تطق ميانه كذا. انت ابوك المخلوع علي عبد الله صالح مو بزايد. وليش سميتك انا جرثومه؟ بعلمك ليش الحين. ان الجرثومه مخلوق يقتات على اجسام الاخرين، يعني لا تلبس ثوب ما هو ثوبك، زين؟ مو علشان الرجال لبسوك ثوب وعمامه حسيت نفسك اماراتي، لا 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 لا. صح ان اسمك نشوان وعايش في الامارات مع الرجال، لكن مو باسم عائلتك المنهالي ولا الشامسي، يبقى اسم ابوك فتحي، تبقى سباك. اوكي. ميزه في الجرثومه ان ما لها مكان، يعني هذا كلامي ما يمس اليمن، السعيد ولا الامارات، مستحيل يمسك انت يا الجرثومه. اوكي. زي ما قلت انا بخلص منك بسرعه فائقه، ابغاك تركز تكفى على الكلمه اللي بقولها. انت تكلمت عن شعبي وقلت ان الشعب لوطي، ابى اقول لك معلومه، تدري ان اللوطي وهو لوطي ما يرضى ان اخته تهز عند الرجال، وبخشم الريال بعد. هي زبده الكلام، اذا تبي تتكلم عن الرجال خليك رجال، واذا انت متى برجال البس عبايه وروح ارقص جنب اختك، هز يا وز. ما لومك تتكلم، ليش؟ لانك انسان فارغ، انسان عايش على قفا اختك، مالك اي مؤهلات في الدنيا، واكتسبت شهره ان اختك تهز. اوكي. يعني انت تتوقع الناس بيناظرونك بيقولون اوه هذا نشوان اللي سوى واللي سوى؟ لا، بيقولون هذا نشوان اخو بلقيس، معروف باسم اختك، مالك اي فايده في الدنيا، وجرثومه، علشان كذا انت تكلمت علينا. معلومه،
انت تحس نفسك انك انت سمكه كبيره في البحر، لك راي علشان عندك متابعين اللي طبعا اكتسبتهم علشان اختك. احب اقول لك انك انت طبيت في محيط اسماك القرش. عندي ملاحظه بسيطه، انت عندك فلوس الدنيا، كمل دقنك تكفى. اجتماع نقابات النمل اللي هنا، ترى انا بخاخ مبيد حشرات، ممكن ابيد دقنك، بس الشرها ما هي عليك. تدري على مين الشرها؟ ما هي عليك، الشرها في النملات اللي انت مستفزع فيهم، حاط لك دقن فيهم. وش ذا الدقن اللي جاي كذا؟ في دقن جاي كذا؟ ما في دقن في الدنيا جاي كذا. الزبده عندي اختبار لازم اروح اذاكر. قايل لكم بخلص منه بسرعه بسرعه، على طول على طول انا اخلص منك. You got served motherfucker. See you later يا اخي. في ناس كتبوا لي في الكومنتات: يا اندريه الله يسعدك بس يا اخي لا تدخل نفسك في قضايا، لا ترد، لا تتكلم، وش لك في المشاكل؟ طيب انا بقول لكم كلمه واحده بس، ليش ان دائما متربين على نظام القوقعه؟ ادخل في قوقعتك، سوي نفسك ما تسمع ما تتكلم. لا يا اخي، يا اخي رد. واحد يقول عن شعبي انه لوطي، اكيد اني برد عليه. بما انك انت انسان لك راي ولك كيان ولك شخصيه ولك انتماء ولك ولا، اكيد انك بتتكلم، اكيد انك بترد، اكيد انك بتقول رايك. بس شيئان اللي تتكلم عنهم بس. الشيء الاول العقيده، لا تتكلم لا عن دين اسلام او يهودي او مسيحي، سني، شيعي، قبطي، اسماعيلي، 12 كاتشب، مايونيز، ابطال الديجيتال، سلاح في النينجا، لا تتكلم. انت ما خلقت احد ولا انت محاسب احد، والجنه والنار ما هي بين يدينك. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، لا تتكلم على سلطه حاكمه. غير كذا يا اخي تكلم، قل رايك. نمر في عاصفة الحزم ورعد الشمال، غير ايران، غير امريكا، غير روسيا، غير الصين. نمر يا اخي، اقل شيء انك تدافع، تتكلم، مو بانك تخاف ومدري ايش. يجيك ذا السفله ذا يقعد يتكلم عليك، لا نرد عليه ونفقع وجهه بعد. ذا اللي ما يقدر يكمل دقنه، تو ما له بالغ، له 3 سنوات مسوي رجال. انا عندي رد بسيط للناس اللي يقولون يا اخي لا تتكلم، لا تقول، يا اخي انت بتدخل نفسك مشاكل. مقطوعه موسيقيه، ما هي بالبيتهوفن ولا موزارت ولا، لا هي لواحد ثاني. والمقطوعه الموسيقيه اللي مو بفاهمها يترجمها في جوجل، لانها تطلع الكلام اللي في خاطري. Your brain is stitches. This remix for real niggas who get money in the trenches. Check my resume, nigga.